الحياة تشبه المصعد كثيرا. أحيانا تضغط زر الطابق العالي فتصعد بسرعة كبيرة وتشعر أنك تقترب من كل أحلامك، وأحيانا تجد نفسك تنزل دون أن تفهم لماذا، وكأن كل شيء يسير بعكس ما تريد. لكن الحقيقة يا أصدقائي أن المشكلة ليست في الصعود ولا في النزول. المشكلة في اللحظة التي تقف فيها داخل المصعد مترددا، لا تضغط أي زر، لا تختار ولا تتحرك، تبقى مكانك تنتظر. الحياة لا تعاقبك بالنزول، بل تعاقبك بالتوقف. الحكمة يا أصدقائي، لا تخف لا تخف من النزول، فالخطر الحقيقي أن تبقى عالقا بين الطوابق بلا قرار. سلامتكم. الحياة تشبه المصعد كثيرا. أحيانا تضغط زر الطابق العالي فتصعد بسرعة كبيرة وتشعر أنك تقترب من كل أحلامك، وأحيانا تجد نفسك تنزل دون أن تفهم لماذا، وكأن كل شيء يسير بعكس ما تريد. لكن الحقيقة يا أصدقائي أن المشكلة ليست في الصعود ولا في النزول. المشكلة في اللحظة التي تقف فيها داخل المصعد مترددا، لا تضغط أي زر، لا تختار ولا تتحرك، تبقى مكانك تنتظر. الحياة لا تعاقبك بالنزول، بل تعاقبك بالتوقف. الحكمة يا أصدقائي، لا تخف لا تخف من النزول، فالخطر الحقيقي أن تبقى عالقا بين الطوابق بلا قرار. سلامتكم.